السلام عليكم، راجعنا بفيديو جديد. والنهارده هنتكلم عن فيديو، مش هنقول مقارنه، هنقول الفروق الجوهريه ما بين نوت 9 ونوت 11. يعني لو انت معاك النوت 9 تستاهل انت تعمل ابديت لنوت 11. كل ده هنشوفه النهارده في الفيديو. اهم حاجه ما تنساش الاشتراك، ويلا نبدا الفيديو. اول حاجه كده، لو هنبص على النوت 9 هتلاقيه جاي مختلف عموما عن اي تليفون من التليفونات القليله جدا اللي بتلاقي هنا الكاميرات في نص الجهاز، على عكس النوت 11 هنا اللي هتلاقي الكاميرات كالمعتاد في الجناب. وطبعا الاتنين جايين من البوليكربونات او البلاستيك، مفيش اي اختلاف ما بينهم. بس كملمس هنا هتلاقي ممكن هنا في النوت 11 مصنفر شويه على عكس النوت 9، والنوت 9 طبعا بيبصم اكتر من النوت 11 مع وزن اتقل هنا في النوت 9 عن النوت 11. ولو هنبص هنا في الجناب فعندك هنا ازرار الباور، وطبعا هنا زرار الباور مدمج في زرار البصمه، او زرار البصمه مدمج في زرار الباور في النوت 11، على عكس النوت 9 ان البصمه موجوده ورا. وعندك هنا ازرار الصوت، ومن فوق هنا عندك الاي ار، وعندك هنا طبعا السماعه الخارجيه عشان زي ما قلنا هنا استيريو، وعندك 3.5. ومن الجناب هنا عندك درج الشرايح في التليفونين، ومن تحت هنا عندك السماعه الخارجيه المونو في النوت 9 واستيريو في النوت 11. طبعا عندك تايب سي، وعندك هنا 3.5 للنوت 9. فالتصميم هنا بقى انت وذوقك. الشاشه هنا بقى، وهو اول تغيير عينك هتيجي عليه لو هنبص للنوت 9 هنا، هتلاقي الشاشه اللي اتعودنا عليها من شاومي، وهي ال 6.5 انش فول اتش دي بلس من نوع الاي بي اس، وكان تردد 60 هرتز، على عكس النوت 11 بقى اللي حصل ابديت كبير وتلاقي الشاشه متفوقه في فرق ملحوظ، لان هنا الشاشه جايه من نوع اموليد، وجايه برده تقريبا 6.5 انش فول اتش دي بلس، لكن تردد الشاشه هنا 90 هرتز. فالشاشه هنا في النوت 11 هتلاقيها متفوقه في الدقه والالوان والتباين، زوايا الرؤيه، كل حاجه هنا هتلاقيها افضل. سيبك من ال 60 هرتز وال 90 هرتز، لان انت لو اتعودت على 60 هرتز وجيت بعد كده مسكت ال 90 هرتز لمده يومين ولا 3 ايام ورجعت تاني لل 60 هرتز، هتحس هنا ان التليفون بيلاج معاك، لكن هو ده الفرق ما بين ال 90 هرتز وال 60 هرتز. فالشاشه هنا هتروح لصالح النوت 11. ونيجي بقى للنقطه بتاعت الاداء ونشوف ايه اللي اختلف من نوت 9 للنوت 11. طبعا كلنا عارفين ان النوت 9 كان جايب معالج من ميديا تك، وهو هيليو جي 85 بتقنيه ال 12 نانومتر مع معالج رسومي مالي جي 52 ام سي 2. طبعا معالج لحد الان شغال كويس جدا، ما فيهوش اي مشكله. كل فين وفين هتلاقي فيه لاج او حته تهنيجه بسيطه كده في التصفح، وده طبيعي جدا. اما في الالعاب هنا هتشغل لك عادي، الالعاب كلها ما فيهاش اي مشكله. وبابجي هنا هتشتغل على الاتش جي، وحط خط تحت كلمه اتش جي. وهنروح بقى للنوت 11 وجايبه معالج جديد، وده طبيعي جدا علشان لسه نازل، وهو السناب دراجون 680 بتقنيه ال 6 نانومتر. وخد بالك من الفرق ما بين 12 نانومتر و6 نانومتر، يعني فرق كبير جدا في توفير الطاقه، مع معالج رسومي ادرينو 610. مفيش هنا اي لاج في التصفح والكلام ده كله، وده طبعا بمساعده ال 90 هرتز. اما الالعاب بقى هنا هتشتغل برده كويس، ما فيهاش اي مشكله. ولو هتبص بقى هنا البابجي اخره ميديوم، على عكس النوت 9 اللي هو المفروض معالج اقدم، لكن بيشغل لك هنا على الاتش جي. اي نعم عايز ابديت، بس احنا بنتكلم حاليا ان النوت 9 بيشغل لك بابجي على اعدادات اعلى من النوت 11.
لو هنتكلم بقى عن الكاميرات، فعندك النوت 9 هنا جايب كاميرا اساسيه 48 ميجا بكسل و8 ميجا بكسل للتصوير العريض و2 للماكرو و2 للعزل. اما النوت 11 هنا فجايب الكاميرا الاساسيه بتاعته 50 ميجا بكسل وباقي الكاميرات زي النوت 9. طبعا هنا الاختلاف هتلاقيها باينه في معالجه الصور، يعني المعالج هنا هو اللي هيتدخل وهيخلي الصوره مختلفه عن المعالج التاني، بس المهم هنا هتاخد صور كويسه جدا في اضاءه النهار او اضاءه قويه. وهنا طبعا هتقل التفاصيل لو قلت الاضاءه، يعني كل ما هتقل الاضاءه هتلاقي الصوره التفاصيل بتاعتها قلت والنويز بدات تظهر في الصوره. وطبعا زي ما انتم شايفين الفرق ما بين معالجه الصور في الجهازين. وطبعا التليفون مش بيدعمه تصوير ال 4K في تصوير الفيديو. لو هنبص للسماعات الخارجيه هنا فهتلاقي النوت 11 جايب سماعه خارجيه من نوع مونو، على عكس النوت 11 اللي جايب سماعه ستيريو. فهتلاقي الصوت هنا مميز جدا في النوت 11 على عكس النوت 9. لو هنتكلم بقى هنا عن البطاريات، فالنوت 9 جايب بطاريه 5000 ملي امبير مع شحن سريع 18 واط. اما النوت 11 هنا برضو جاي 5000 ملي امبير لكن سرعه الشحن هنا 33 واط. طبعا النوت 11 هيكون متفوق مش علشان بس بيشحن مثلا في ساعه من 0 ل 100%، والنوت 9 بيشحن في ساعه ونص. لا، هنا لو هنبص للنوت 9 هنا جايب تقنيه 12 نانومتر على عكس النوت 11 اللي جايب 6 نانومتر، يعني هيوفر في البطاريه بفرق ملحوظ. بس كده لو هنقول بقى على الفروق الجوهريه ما بين التليفونين، يعني لو هنتكلم عن الخامات فالخامات هي مفيش اي اختلاف. لو هنتكلم بقى عن الشاشه فشاشه النوت 11 طبعا جايه بشاشه 90 هرتز وشاشه اموليد على عكس النوت 9. لو اتكلمنا عن السماعات الخارجيه فالنوت 11 برضو جايب سماعات ستيريو. لو اتكلمنا عن الاداء فالاداء هتلاقيه افضل شويه من النوت 9. لو اتكلمنا عن الكاميرات فالكاميرات مفيش اي اختلاف. لو اتكلمنا عن البطاريه فالبطاريه هنا جايه بسرعه شحن اسرع، وجاي طبعا بيحافظ على البطاريه اكتر من المعالج الموجود في النوت 9. لو انت معاك بقى النوت 9 هل يستاهل انت تغير لنوت 11؟ انا من رايي تستنى الاصدار اللي بعده علشان تحس فروق جوهريه اكبر. لكن لو انت معاك النوت 8 طبعا يستاهل انت تغير لنوت 11. فده كان فيديو بسيط ما بين الفروق ما بين النوت 9 والنوت 11. فلو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.